النهارده النادي الاهلي اجرى تدريب. انا اسف، انا قلت الاهلي اجازه النهارده وبكره. لا، الاهلي اجازه بكره وبعده باذن الله. النهارده كان تدريبه قبل الاجازه بيتم الاطمئنان على حاله المصابين واللعيبه اللي ما شاركتش في تمرين في مباراه الامس بيتمرنوا تمرين قوي ثم الراحه لمده 48 ساعه. النادي يعني بيحاول بكل الامكانيات انه يستفيد من هذه الراحه. يعني اللعيبه رغم التعادل، رغم ان الجمهور مش غضبان، لكن اللعيبه نفسها زعلانه من انه ضاع منها امبارح نقطتين كانوا في متناول اليد. لكنه اللي ساعدني جدا ان جمهور النادي الاهلي ابدى رضاه عن الروح، عن الاداء، عن الشكل اللي قدمه النادي الاهلي بالامس، وانه عاد بعد 2-0 2-2 واضعنا ضربه جزاء في الوقت بدل الضائع. لكنه ده ان شاء الله باذن الله بالروح اللي موجوده دي الامور ان شاء الله هتبقى في ايدينا والدنيا تبقى كويسه. ادي الجديد، الوجه الجديد احمد رضا في مران النادي الاهلي. بالتاكيد الحمد لله قدمنا لكم جريدي وقدمنا العش وقدمنا اهو احمد رضا كمان، واتمنى انه البقيه تاتي. ادي اول مران لي بتيشيرت النادي الاهلي، وبنشكر كابتن ربيع ياسين حياه ابن من ابناء الاهلي المخلصين. وادي علي معلول موجود في التمرين بتاع اليوم، وقدامنا يومين اجازه ان شاء الله يحدث فيهم الكثير والكثير، وان شاء الله تكون المفاجآت الساره لجماهير النادي الاهلي. وادي اللي عاجبني حمزه عبد الكريم، هيلعب في يوم من الايام، هيلعب مهما جبت لعيبه، مهما جبت ناس، لكن ان شاء الله هيلعب لان الموهبه في النهايه هي بتفرض نفسها. اذا كابتن خطيب كمان موجود في مران اليوم. انا كنت قلت قبل بيراميدز لكنه كمان موجود في مران اليوم. خلاص موجود مع الفريق باستمرار كابتن محمود الخطيب، وجلسات مستمره مع مستر مارسيل كولر ومع كابتن محمد رمضان، وترحيب باللاعب الجديد هنا. يعني على طول تقارير شبه يوميه بل لحظيه عن ماذا يدور داخل الفريق، ماذا يدور داخل النادي الاهلي، والامور ان شاء الله بتسير من حسن الى احسن. واحساسي الشخصي ان شاء الله انه الفتره القادمه ستشهد يعني نجاحات كبيره جدا للنادي الاهلي، وجلسه يعني او اجتماع كده عاجل ما بين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ومستر مارسيل كولر مع الاستاذ رضا المترجم الخاص بالفريق لايضاح الامور والتحدث في ماذا سيحدث. جرادي او جرادي شار او مغلبني بصراحه، يعني ناس ياكدوا لي جراد يسار وناس يقولوا لي جرادي شار وناس يقولوا لي لا هو بيحب جريدي، فانا هستسهل جريدي طالما هو حبها وقدم نفسه كاحلى تقديم بالامس بتسجيله هدف في الشوط اللي لعبه امام نادي بيراميدز. والنادي الاهلي كله قدم مباراه طيبه. ودي مصطفى العش ايضا حاجه يعني جميله. يعني الدنيا تمام والدنيا شكلها جميله، والدنيا ان شاء الله بتقول حاجه جميله. وبدات تجيلي التهاني على الرسائل. عايزين تاني اللقطه في بتاعه بيسالوني ده عمر سيد معوض ولا لا؟ اشوفه كده، ده عمر سيد معوض اللي في الفيديو ولا لا؟ ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. وايضا نادي طرابزون سبور اعلن الصفقه بعد ما احنا اعلناها. ودي رضا سليم اتمنى بقى انه يسافر ويخلص العمليه الجراحيه، نحن في اشد الاحتياج للجميع لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله، وروح رياضيه جميله جدا جدا وحب شديد من الجميع والتفاف حول شعار النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي يستحق يا جماعه كل تحيه وكل تقدير وكل نقطه عرق من الجميع. الشناوي اللي لعب مباراه النهارده بياخد دايما الحارس جزء من المران. ودي حمزه علاء اهو بدا يدخل شويه في المران، ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير مع محمد الشناوي ومشيل يانكون. والله بيعجبني يانكون ده، يعني راجل كانه هو اللي هيقف حارس مرمى، جسمه ما فيهوش جرام زياده، بيأدي تدريبات الاحماء كلها مع اللعيبه بمنتهى القوه. على فكره دلوقتي يا جماعه الجديد في تدريب حراس المرمى انه بقى في 2 مدربين لحراس المرمى، واحيانا بيبقى في 3 مدربين. الدنيا اتغيرت والكره كلها اتغيرت. احنا رحنا كاس عالم كان مدربنا هو الكابتن جوهري ومساعده
هو كابتن فتحي مبروك ومدرب الحراس كابتن حازم كرم فقط لا غير. وكان للاصابات والتاهيل كان دكتور علاء شاكر، ده كان الجهاز. وكان كابتن سمير عدلي ربنا يديله الصحه هو المدير الاداري للمنتخب. ده كان كل الشكل الاداري. انضم لنا بقى بعد كده عبد المنعم الصاوي، دكتور احمد ماجد كان موجود من بدري. ده كان كل الجهاز الفني والطبي لمنتخبنا الوطني. وكان سالم اللي مسؤول عن المهمات. ده كان كل الفرقه بتاعتنا من اولها لاخرها لجهاز فني واداري وطبي خاض كل تصفيات وكل نهائيات كاس العالم. توفيق ان شاء الله لرجال النادي الاهلي في المرحله المقبله. وكل الشكر لمجلس الاداره الحقيقه اللي لا يتخلى ابدا عن طموحات وامال جماهيره وعشاقه. لكن بدات رسائل بقى تانية، عايزين وعايزين وعايزين. شويه شويه يا جماعه، احنا اتفقنا على الهدوء ان شاء الله، والهدوء في النهايه يطلع لنا بحاجه جميله.